في الدنيا، لأنه كل واحد فينا متخيل إنه اللي هو شايفه كل الناس شايفاه، أو الطريقة اللي هو بيفكر بيها كل الناس بتفكر بيها. ساعات كتير قوي بنتخانق. نفسي أدي بس فكرة إنه الخناقة مش معناها إنه حصل شرخ في العلاقة، معناها إنه في اختلاف وإنه في لمبة نورت في الحتة دي، زي ما يكون قالك إن في مطب صناعي موجود في المنطقة دي أو مطب طبيعي. إحنا كل اللي علينا نعمله إن إحنا نحاول نردم المطب اللي موجود ده، أو نتحاشى إن إحنا المرة اللي جاية لما نيجي زي ما بيقولوا نلبس فيه. لو كان مطب صناعي إن إحنا نطلع نتخبط فيه، العربية تتهبد والناس اللي فيها كلهم يترجوا. عايزين نطلع من الخناقة بحاجة ليها معنى. هل الخناقة فعلا ممكن تكون نافعة؟ الخناقة معناها زي ما بقول إنها علمت إن المنطقة دي فيها اختلاف، وممكن كل مرة نكون بنعدي في نفس المنطقة بيحصل نفس الاختلاف بنفس الحدية، ويمكن الحدية بتاعته بتزيد لأنه احنا عدينا قبل كده هنا واتخبطنا في الحتة دي ومتضايقين أكتر إن احنا بنتوجع فيها مرتين. طب نعمل إيه؟ واحدة من النصايح اللي هقولها بسرعة وفعلا أنا شايفاها فعالة جدا وعملية جدا: انهي الخناقة. انهي الخناقة يعني إيه؟ في الخناقة كل واحد فيه في الشخصين في الطرفين اللي في الخناقة قال وجهة نظره، كل واحد عمل المرافعة بتاعته لو احنا في محكمة. بس الفكرة ان احنا ما وصلناش لحكم، مفيش قاضي موجود او مفيش حد من الطرفين بتوع النزاع اتفق ان هو هيمشي نص المسافة ناحية التاني مثلا، مفيش حد قال همشي المسافة كلها. احنا في طريقين ماشيين موازيين لبعض، اختلفنا وبعدين فضلنا مكملين في الطريقين الموازيين، عمرنا ما هنتقابل، بالعكس يمكن كمان نبتدي نبعد عن بعض. يعني ايه نخلص الخناقه؟ يعني مثلا لو حد قال انا بتضايق من الحاجه الفلانيه للسبب الفلاني، مثلا واحده قالت انا بتضايق ان احنا نخرج مع اصحابك لانه لما بنخرج مع اصحابك انا مش بلاقيكم انسجمتوا مع بعض، وانا بقيت قاعده على جنب خالص واكن انا مش موجوده، فانا مش مرتاح ان انا اخرج. فخطيبها قال لها اوكي انا بحبك قوي بس مش سهل ان انا اسيب اصحابي علشان خاطر انتي مش قادره تنسجمي معاهم كفايه. لو هو قال رايه هي كده، المرة اللي جاية لما يقعدوا مع بعض هي هتتخيل انه خلاص مش هيخرجها مع المجموعة دي كتير، لانه هو فهم وجهة نظرها ان هي بتتضايق انها قاعدة مهمشة، وهو تخيل ان هي مش هتمانع وهتخرج معاهم عادي جدا لان هي فهمت اهميتهم في حياته. فهيجي يقترح عليها تاني ان هم يخرجوا، هيتقاشوا جامد جدا مع بعض. ليه؟ لان كل واحد فيهم حاسس انه هي هترفض، فهي هيتنرفز قوي، وانا مش قلت لك قد ايه مهمين، وهي هتقوله مش انا قلت لك قد ايه انا بتضايق لما نخرج معاهم. ليه حصلت الخناقه الثانيه؟ لان الخناقه الاولى ما خلصتش. يعني ايه ما خلصتش؟ يعني المره اللي فاتت لما قعدوا اتخانقوا كل واحد فيهم قال المرافعه بتاعته، ما وصلوش في الاخر هم قرروا ايه. ومعنى ان هم يختموا الخناقه معناها ان هم يقرروا حاجه مع بعض تكون محدده وواقعيه. بمعنى انه مثلا لو قال لها مش هشوفهم كتير، الكتير بتاعته دي لازم تبقى قابله للقياس. يعني مثلا يمكن اخرج معاهم مرتين في الاسبوع، هي ممكن تقوله لا ده كتير بالنسبه لي، انا ينفع تكون مرة في الأسبوع بس. المهم في الآخر يوصلوا لحاجة محددة. تاني حاجة إنها تكون واقعية، بمعنى إنها فعلا هيقدروا يعملوها هما الاثنين. فلو هم عملوا كده ده اللي يخلي احتمال أكبر إنه مرة تاني لو عدوا من نفس الشارع ده ما يقعوش في نفس المطب.